النهارده بقى انت ممكن تيجي تقول لي انا سمعت كلامك يا عم جون، ولقينا ايه؟ الناس اتخانقت مع بعض. جبنا ناس من باك جراوندز مختلفة، واللي حصل كالآتي: بدأت الخلافات تظهر، بدأت خناقات، بدأ الناس تقول آراء مختلفة، وبقى في مشاكل في الفريق. هل قبل كده اشتغلت في شركة ولقيت الناس بتختلف مع بعض ويحصل خلافات مع بعض؟ الحقيقة حتى لو انت جايبهم من نفس الباك جراوند بيحصل برضه خلافات، صح؟ يعني حتى لو انت جايب مجموعه اصحاب يشتغلوا معاك في الفريق برضه بيحصل خلافات. بيحصل خلافات على طريقه الشغل، بيحصل خلافات في الاراء. ده حاجه وارده جدا وبتحصل. لكن السؤال اللي يجي في بالك بقى: هل اصلا الخلاف ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لان كل واحد شخصيته مختلفه وعنده رد فعل. في اللي بيتضايق، في اللي بيكتئب، في اللي بيسيب الشركة وينزل تحت يشرب كوباية قهوة، في اللي بيتعصب، في اللي بيحبط ويلاقي الدنيا احنا ايه اللي وصلنا لكده، في اللي بيخش يتدخل يحسم الأمور ويحس إن الموضوع عايز حسم. يا ترى رد فعلك بيبقى عامل ازاي؟ الأسئلة دي عايزك تسألها في بالك عشان مفيدة للنقطة اللي جاية. الخلاف هيبقى حاجة حلوة لما كل واحد يعبر عن رأيه وعن أفكاره المختلفة ويعرف إنه بيتسمع. وده بيعمل لويالتي، بيخلي الناس يعني منتمية للفريق ومبسوطة، ويعرف إن حتى لو فكرته ما اتنفذتش هي اتشرحت واتسمعت واتفهمت. فعندي رأي مختلف، دي حاجة حلوة جدا. طيب إمتى يبقى خلاف مفيد وإمتى يبقى خلاف مضر؟ هقول لك على 7 نقط كده بسرعة. اسأل كده نفسك: هل الخلاف ده خلى كله يعبر عن رأيه فخلانا ناخد قرار أفضل؟ يبقى خلاف مفيد. هل ساعدنا نقرب من الهدف؟ الخلاف ده ساعدنا ان احنا نقرب من هدفنا في البروجكت دوت، في الموضوع دوت، هدف الفريق ورسالته. طب هل الخلاف ده زود الانتاجيه؟ زود الثقه بين الفريق لما كله اتكلم وكله فهم دماغ بعضيه رغم انهم مختلفين؟ هل الخلاف ده زود الثقه بينهم؟ طب هل الناس بتقول رايها في الافكار، يعني بتحكم على الفكره، ولا بيقولوا رايهم في الاشخاص؟ اسال نفسك السؤال ده. وهما بيتناقشوا بيقولوا انا شايف الفكره ديت نتيجتها كذا كذا، ولا بيقولوا انت جبت منين الفكره دي، انت اول مره تشتغل ولا ايه؟ واخد بالك من الفرق؟ بيقولوا انا عندي راي كنت شفته في المكان الفلاني، ولا بيقولوا لا اسمع مني انا خبير وفاهم عنك في الموضوع دوت؟ بيقولها ازاي؟ بيحكم على الافكار ولا بيحكم على الاشخاص؟ يقولوا انت بس عشان انت خايف حكم على الشخص بدل ما يحكم على الفكره. يقولوا الفكره ديت مثلا انت فيها ريسك كبير واحنا المفروض ناخد ريسك، يقولوا لا انت بس عشان خايف. في فرق. هل بيحكم على الفكره ولا بيحكم على الشخص؟ ساعتها لو عرفت اجابه الاسئله دي تعرف هو خلاف مفيد ولا مضر. هل كله بيتكلم وكله بيتسمع، ولا بيسكتوا بعض وبيقاطعوا بعض ومش عايز اللي قدامه يكمل كلامه اصلا؟ هل الشخص وبيتكلم الباقي بيسمعوه عشان يفهموه ولا بيسمعوه عشان يردوا؟ بنشوف الحاجات دي، صح؟ هل كله بيقول رأيه علشان كلنا عايزين ننجح، كلنا عايزين البروجكت دوت يجيب نتيجة كويسة، ولا بقول رأيي عشان عندي مصلحة شخصية، ولا بقول رأيي علشان خاطر لو الموضوع ده مشي بالشكل دوت أنا هستفيد أكتر، أو في هدف شخصي عندي هيتحقق لو الموضوع دوت مشي بالشكل الفلاني؟ بتشوف الحاجات ديت ولا لا؟ يعني مثلا لو احنا مثلا عاملين بروجكت، تمام، وانا عايز امسك، باننا نتكلم على التاسكات بتاعه الفريق التسويق، عايز امسك العملاء اللي مشاريعهم اكبر عشان اخد كوميشن اكبر. فالتقسيمه بتاعه كل العملاء، كل نوع عملاء يتوزعوا على كل الفريق، دي مش عجباني قوي. طب ما يا جماعه ما ناخد انا الموضوع العملاء دول عشان عندي خبره في الصناعه ديت او عندي خبره في الخدمه ديت ومش عارف ايه، ومعترض جدا وعمال اقاوح في الموضوع ده.
لان عندي هدف شخصي. لان انا لما اخد العملاء دول اللي انا عارفهم كويس وعارف ان مشاريعهم كبيره فالكوميشن بتاعي يزيد، فهستفيد اكتر. فعندي هدف شخصي مسيطر على دماغي اكتر من هدف الفريق. فيا ترى اللي بيتناقش في فكره ده بيتكلم على هدف الفريق ولا عنده غرض معين؟ مش عايز ياخد الحته دي من المشروع عشان عارف انه هيضطر ياخد كورسات فيها. في ناس ممكن تفكر كده. هل كله بيقول رايه باحترام لراي التاني، بيحترموا بعض وهم بيطرحوا الافكار، ولا لا البادي لانجوج بتاعتهم مش فيها احترام كفايه، او التون اوف فويس نفسها ما فيهاش احترام كفايه؟ انا مش بقول ان هم يعني هيغلطوا في بعض، لكن هل طريقتهم في التعبير عن رايهم عارف يحترم راي اللي قدامه بالبادي لانجوج والتون اوف فويس، ولا صوته عالي، ولا حرك ايده بطريقه خلت اللي قدامه يحس ان هو مش بيحترمني، عمل كده وانا بقى بشرح الفكره بتاعتي ولا كشر في وشي؟ البادي لانجوج بتتكلم. لما نعرف اجابات الاسئله دي هنعرف على طول الخلاف اللي حصل في الفريق ده خلاف صحي ولا مش صحي، خلاف مفيد ولا مضر. هعمل لكم زي 3 عناوين كبار او اسباب كبيره للخلاف، ونتناقش مع بعض نقدر نعمل فيها ايه. عنوان منهم مثلا هو ازمه ثقه. هي ناس مش واثقه في بعض. يعني هم لو كانوا واثقين في بعض كانوا عرفوا ان كل واحد لما رايه دوت في فايده في الراي اللي هو بيقوله. ما كانوش قاعدوا يقولوا يا ترى المعلومات اللي بيقولها دي صح ولا في هيدن اجندا، يعني عنده سبب ورا اللي هو بيقوله ده، في سبب وراه مثلا، او في سبب ورا الكلام دوت او القرار دوت انا مش عارفه. ازمه ثقه، مفيش ثقه. اسباب تانية مثلا نقدر نضيفها ان احنا طبعا الناس عندها قيم وافكار واسلوب مختلف في الحياه. هي ده طبيعي ان يحصل خلاف، كل واحد افكاره مختلفه، جاي من باك جراوند مختلفه زي ما قلنا. اسباب تانية ان في مصالح شخصيه اهم من هدف الفريق. واحد زي ما قلنا كده هيستفيد اكتر لو القرار ده حصل، هيستفيد اكتر لو تقسيمه البروجكت حصلت بالشكل الفلاني، فهدفه الشخصي صوته اعلى من هدف الفريق كله. او مثلا حصل تغيير في البوليسي او حصل تغيير في نظام الشركه، ودايما التغيير بيواجه ايه؟ مقاومه، عشان الكومفورت زون، انا قاعد في مساحه الراحه بتاعتي، كل تغيير تبص تلاقي في سنه مقاومه. فحصل تغيير في نظام الشغل، حصل تغيير في البوليسي، حصل تغيير في تقسيمه المشروع، عملنا تطوير معين فحصل تغيير لسيستم مواعيد بتاع، تبص تلاقي الناس ايه؟ حصل كده ستريس، حصل قلق كده، حصل مقاومه. طيب حلو، تعال ناخد فيها نقطه نقطه ونشوف هنعمل ايه فيها. بشكل عام كل واحد شخصيه مختلفه، كل واحد من الفريق بتاعك عنده حاجات بيحبها اكتر، حاجات بتعمل له موتيفيشن اكتر، حاجات فارقه معاه في الشغل اكتر، حاجات بيخاف منها، عنده اهداف شخصيه، وده حاجه عاديه وصحيه وطبيعيه ان يبقى عنده هدف شخصي غير الهدف كمان بتاع الفريق. شطارتنا ان احنا نالاين كل ده، نحط كل دوت على نفس الخط. هعمل ايه كقائد؟ زي ما اتكلمنا في محاضرات قبل كده، افهم واحد واحد في الفريق بتاعك، خليهم يعملوا التيست بتاع الMBTI اللي هو فيه بنفهم شخصيه الناس وبنعرف هم ليه اصلا بيفكروا كده، اولوياتهم ايه. هتبص تلاقي نفسك عندك واحد في الفريق مثلا من التيست ده وبتعرف حاجات كتير جدا على فكره. اول حاجه ممكن تلاقي مثلا واحد في الفريق اكتر حاجه فارقه معاه انه ما يحسش انه متأيد، دي دماغه، اهم حاجه عنده ما يحسش انه متأيد. فلما تبص تلاقي في رولز كتير طلعت وهو حصل له توتر وستريس، ما تقولش ايه ده مش محترمني، لا ما تفكرش فيها كده، تقول ما انا عارف ان شخصيته كده، اول ما بيلاقي شويه رولز بيبقى عنده قلق لحسن يتأيد. فتتعامل معاه من الناحيه دي بقى، فهمته. تفهم مثلا ان في واحد اكتر حاجه فارقه معاه هي النجاح والبروجرس والراحه الماديه، وانت شايفه عمال يقاوم فكره معينه، ليه؟ لان فارق معاه يكسب كويس، فارق معاه انه بيحوش. لما نقعد مع واحد واحد ونفهم دماغهم، ولما نعمل التيست ده وتخلي الفريق بتاعك كله يعمل التيست ده، هتستفيد جدا جدا، هتفهم شخصياتهم، هتفهم اولوياتهم. ومن اول انترفيو انت بتتكلم معاه، ايه اللي بيعمل لك موتيفيشن، ايه اللي فارق معاك، نفسك تحقق ايه في مجالك، ايه اللي بتحبه في بيئه العمل، ايه اللي ما بتحبوش. الحاجات ديت مش اسئله
مثلا روتينيه، ان انت بتكتب كل اللي حصل ده وعامل كده ملف لكل واحد في الفريق بتاعك عشان تفهم دماغه. انت كليدر لازم تحفظ اولويات الناس وشخصياتهم، وكمان شخصيتك انت كمان. انت كمان اعمل التيست بتاع الMBTI وافهم كمان دماغك انت واسلوبك في الليدرشيب. ممكن تلاقي نفسك مثلا من الشخصيات اللي هي زي ENFJ، دي من شخصيه من ضمن الشخصيات، ده ليدر لكن بيكره الخلاف، لو شاف خلاف كده يحب يحود الناحيه التانيه، ما مش عايز يشوفه. تمام. فلما تفهم شخصيتك تعرف انت ليه اتصرفت كده لما حصل خلاف، تعرف انت ليه اتضايقت قوي كده، ان دي حته من شخصيتك، فتبدا تبالانس الحته دي وتشوف الصح ايه المفروض يتعمل في الموقف الفلاني. فرقم واحد، الطبيعي بتاع كل فريق ان هم من ثقافات مختلفه، فبفهم نفسي كويس، بفهمهم كويس، وبحط حاجه تناسب الناس كلها اللي هي المبادئ والكالتشر بتاعت الشركه. احنا الفريق بتاعنا في احترام متبادل، في شفافيه، في مش عارف ايه، تبدا تحط الرولز والقيم بتاعت الشركه، ودي تحاول جدا تقربهم باختلافاتهم ناحيه القيم الثابته ديت. زي ما كنت بتقول من شويه ان احنا عندنا قواعد ثابته وعندنا قوانين حاسمه ومش عارف ايه، نفس الكلام. اعمل الكومباني كلتشر اللي تناسب الفريق المختلف ده. فدي اول نقطه تعملها مع الثقافات المختلفه. طب لو هم مش واثقين في بعض، يعني انت لو في ازمه ثقه في الفريق بتاعك، فتلاقيه بيشك في كلام زمايله ويروح يسال ناس تانية عشان ياكد المعلومه. صحيح انا سمعت فلان كان بيقول في الميتنج ان كذا كذا، هو ده حقيقي حصل ولا هو بيبالغ شويه؟ مش واثق فيه. ممكن يكون مش واثق في مديره، ده بيقول يا عم ان احنا النتائج وحشه الشهر ده ومش عارف ايه، هو ده حقيقه يعني ولا هو بيضغط علينا؟ مفيش ثقه، قاعد ايه بيشك في كلام اللي حواليه. فلان كان متحمس قوي للمشروع، يعني ده بقى يا ترى ليه؟ هيستفيد ايه هو من ورا المشروع ده اللي هو متحمس عليه؟ مفيش ثقه. هتلاقيه مش قادر يصاحب زمايله قوي او يتفاعل معاهم عشان مفيش ثقه، فهو ايه واخد جنب كده ومش قادر يتفاعل معاهم قوي او يصاحبهم او يبقى فيه تفاعل انساني معاهم. هتلاقي لو الجو العام مفيهوش ثقه، هتلاقيه ممكن يقول كلام في ظهرهم او يقول كلام سلبي عنهم. حصلت، انا عمال اتكلم وكل شويه تيجي امثله في بالي، ان مثلا واحد يجي يقول انا مش حاسس بدور فلان خالص. تمام. هو كل الفكره ان فلان ده خبط معاه في موقف معين، فجاي ايه يعبر عن رايه بطريقه تانية. انا مش حاسس بدور فلان خالص، واحنا عندنا كذا كذا في الشركه، اللي هو البوزيشن بتاعه، يعني احنا عندنا كذا كذا، ده انا مش واخد بالي اصلا، ده انا مش حاسس بدوره خالص. ليه؟ عشان هو راح احتك بيه في موقف معين. فلو في ازمه ثقه، لا الوضع كده. لو في ازمه ثقه، انا ما اقولش ابدا ان انا غلط. احنا من الحاجات اللي انا فخور بيها في الفريق بتاعنا ان في ناس بترفع ايديها تقول على فكره يا جماعه انا عملت ميستيك في حاجه، كان المفروض اعمل كذا بدل كذا بس حصلت مني كذا، فقولوا لي هنعمل ايه. دي حاجات انا بفرح فيها جدا، بفرح بيها قوي لما تحصل في الفريق بتاعنا. تمام. لو الناس دي بقى مش واثقه في بعض، لا يا عم انا هقول انا غلطان كده في الاجتماع قدام الناس كلها والمديرين وصاحب الشركه، لا ما تحصلش. صح؟ لو هم مش واثقين في بعض هتلاقيهم بيخبوا على الغلط، مش قادر يقول انا غلطان اصلا، وبعدين مش بيطلب مساعده من حد. مره بعمل انترفيو، فبتقول لي انا عارفه طبعا ان ما حدش بيعلم حد وما حدش بيساعد حد في اي ايجنسي. قلت لها ايه؟ قالت لي ايوه، ما حدش بيعلم حد وما حدش بيساعد حد. ايه الكلام ده جبتيه منين؟ قالت لي انا اشتغلت في 3 ايجنسي قبل كده، ده كان الوضع ان ما حدش بيساعد حد، فانا عارفه طبعا اللي انا داخله عليه ايه. قلت لها لا بصراحه انا اول مره اسمع الكلام ده، احنا عندنا مفيش كده، احنا عندنا بنساعد بعض وعندنا بنعلم بعض. قالت لي لا مش ممكن. تمام. وطبعا من الباب ايه، كان الموضوع صعب، ان كان واضح احنا من كلتشر تاني. تمام. فنفس الفكره، لو الناس مش واثقه في بعض، هو مش هيسال حد يساعده. ليه؟ ممكن يقلق اللي جاي يساعده دوت يضره او ما يساعدوش قوي او يقول له معلومه غلط. شايفين ازمه الثقه ممكن تعمل ايه؟ شايفين ازمه الثقه ممكن تخلي جو الفريق عامل ازاي؟ فطبيعي الخلاف عمره ما هيكون صحي لو في ازمه ثقه، وطبيعي ده اصلا جو يعمل خلاف. طب الحل ايه بقى؟ نعمل ايه مع الجماعه دول؟ الحل ان احنا نقربهم على بعض على المستوى الانساني، نقربهم لبعض، نعمل اكتيفيتيز فيها الناس بتشير حاجات شخصيه.
نعمل اكتيفيتيز فيها الناس بتتكلم عن حياتها الخاصه بنسبه. يعني مثلا ايه؟ نعمل تيم بيلدينج، ننزل نتغدى، نقول للناس مثلا كل واحد يحكي لنا عن حاجه حصلت معاه زمان، كل واحد يحكي لنا عن حلم نفسه يحققه. نعرف، بقول لكم ايه، هاتوا عائلاتكم، كل واحد يجيب زوجته ويجيب اصحابه ويجيب خطيبته ويجيب عياله، ونعمل فان داي بالشكل الفلاني. نشجع ناس تتكلم وتعبر عن رأيها المختلف، ونقربهم على بعض على المستوى الإنساني. ده من ناحية بنعرف الناس دي جاية من أي باك جراوند ومن خلفية عاملة إزاي، فبفهمهم أكتر. ما أنا فهمت، ما فلان دوت عشان خاطر عنده التزامات وعنده عيال وبتاع. هتلاقيه دايما في الميتنج إيه؟ مش قادر يقعد وقت زيادة. أنا فهمت دلوقتي بس إنه لازم يجيب عياله من المدرسة، ففهمت دلوقتي بس. لما إمتى؟ لما فلان شرح، لما فلان حكى، لما عرفت ظروفه. تمام؟ فتبص تلاقي الناس الثقة بينهم وبين بعضهم زادت أكتر. تعالوا نتكلم في حتة برضه بتعمل كونفليكت. النهاردة في واحد هدفه الشخصي أهم من هدف الفريق. إحنا قلنا كل واحد أصلا من الفريق عندك عنده خناقة جواه، خناقة بين الحاجات اللي هو عايزها كشخص وبين الحاجات اللي الفريق كله عايزها. والمفروض الاثنين يبقوا نفس الاتجاه، الاثنين يعني نجاحك انت ان هدفه الشخصي يبقى جزء من هدف الفريق، ان الخطوات اللي هو بيعملها في شركتك، الايام اللي بيقضيها في الفريق بتاعك، بتمشيه برضو خطوات ناحية هدفه الشخصي. ده احسن سيناريو وانت بتكون فريق، احسن سيناريو. طيب ممكن واحد يبقى زي ما قلنا مثلا المبيعات كده، اكتر حاجة مركز عليها انه يعمل مبيعات اكتر بغض النظر عن كواليتي التعامل بينه وبين العميل. يعني هو عمال يعمل مكالمات كتير، والعميل اللي فيه منه امل يفضل يتابع معاه، والعميل اللي بيسال كتير وهيضيع له وقت يقول لك لا انا ههتم بعميلين ثلاثه يجيبوا لي مبيعات اكتر، والعميل اللي بيسال كتير ده مش ههتم بيه. تمام؟ فيدي انطباع سيء عن الشركه وعن البراند بتاعك، بس بيعمل مبيعات اكتر. ايه رايك؟ ما هنا هدفه الشخصي، هو مش مشغول بالبراند بتاعك، هو مشغول انه يعمل مبيعات اكتر. تلاقيه ينقي الرسائل مثلا اللي بتجيلك على السوشيال ميديا اللي هيجي منها انكم. يعني مثلا عندك انت واحد بيقول انا عايز احجز، عايز اشتري، فتبص تلاقيه بينقي الرسائل ديت، ورسائل تانية ناس مش وورم او ناس مش جاهزه انها تشتري بيركنها شويه. هنا الهدف الشخصي اعلى من الهدف بتاع الفريق، صح؟ تلاقيه بوظ الكواليتي بتاعت الريسبوندنج علشان خاطر مركز على انه يطلع الكوميشن بتاعه. طب ايه الحل بقى؟ نعمل ايه في الموقف زي ده؟ اول حاجه اعرف الاهداف الشخصيه بتاعت كل الفريق بتاعك، وكل واحد على حسب مكانه ليه اهداف شخصيه، ده طبيعي. تمام؟ فحدد قوي الاهداف الشخصيه، وحدد برضو اهداف الفريق، وابدا بقى افكر ازاي حد منهم ممكن هدف من دوت ياثر على التاني. انت اللي تفكر قبل ما ده يحصل، تقول فلان دوت في موقفه ده ازاي ممكن هدفه الشخصي ده ياثر على هدف الفريق، وتعمل السيناريوهات اللي انت متوقعها ان ده ممكن يحصل. وبعد كده تبدا تعمل التقييم اللي انت عايز تعمله، ده اللي انت بتقيم الشخص او بتكافئه، يكون مبني على الحاجات اللي انت مستنيها منه كلها، مش مبني على كوميشن بس مثلا. يعني مثال موضوع برضو الكوميشن، انك التقييم بتاعه مش مبني على الكوميشن بس، مبني على ان كل الرسائل تكون مردود عليها، مبني على كواليتي الكول، مبني انه ساعد الناس بدون مقابل في التليفون وجاوبهم، مبني على ان كل الفيدباك بتاعه النسبة بتاعته قد ايه، مش بس عامل مبيعات قد ايه. يعني بمعنى تاني، كل واحد هتلاقي ليه كي بي ايز مختلفة، فهتبص تلاقي في حاجات فارقة معاه هو عشان دي اكتر حاجة بتأثر فيه هو كشخص، وفي حاجات تانية فارقة مع الفريق. فلما تيجي تقول لفلان انا مستني منك نتيجة كذا، حط له في الكي بي ايز بتاعته كل الحاجات اللي انت مستنيها منه، مش الحاجة اللي بتخدم هدفه الشخصي وهدف الفريق برضه. تمام كده؟ تعالى اقول ليك مثال تاني. نفترض مثلا انت بتتكلم الديزاينر، فالديزاينر عمال هدفه الشخصي ايه؟ هدفه الشخصي يخلص بدري مثلا، او هدفه الشخصي، ديزاينرز بالذات يحبوا يجربوا حاجه جديده، يقول لك ايه، اديني ستايل جديد اجربه. تمام؟
فدي اهداف شخصيه عنده. انت عايزه يعمل انتاج كويس، عايز يعمل مثلا 8 تصميمات في اليوم، تمام؟ ده هدف الفريق، انتاجيه. وهدف الفريق برضو الكواليتي، ان التصميمات تكون بجوده عاليه، ما يكونش عليها تعديلات. رحت انت عامل له الكي بي ايز بتاعته، عدد تصميمات كذا في اليوم، وعملت له في الكي بي ايز بتاعته ان عدد التعديل مثلا 4 بس تعديلات، وتبقى تعديلات بسيطه، والحاجه تتعدل مره ما تتعدلش تاني. وعملت له تاني كي بي ايز الكلاينت ساتسفاكشن، ان العميل يكون مبسوط من التصميمات، كلام ايجابي وما يكونش يعني معترض عليه. رحت انت هنا عملت كي بي ايز مش بس مبنيه على اهدافه انه يخلص بدري، عملت كي بي ايز تتاكد بيها ان هو يحقق اهدافه وفي نفس الوقت يحقق اهداف الفريق. طب الراجل ده بس عايز يخلص بدري وعايز يعمل حاجه جديده، فتروح انت حاطط في الكي بي ايز بتاعته انه يغير الستايل او يعمل فكره جديده كل اسبوع مثلا يعني. فانت من هنا حققت اهدافه الشخصيه وحققت اهداف الفريق، وعملت سيستم يخدم الهدفين مع بعض. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا هنفكر في اهدافه الشخصيه وكمان نحط سيستم يخدم الهدفين مع بعض. ابدا بقى علم الفريق بتاعك ازاي لما يجي يتكلم عن شغله يتكلم عن اهدافه الشخصيه، ويتكلم كمان عن اهداف الفريق. لان في الغالب هتلاقيه لما يجي يفتح بقه في الغالب هيتكلم عن اهداف الفريق عموما، لكن مش هيتكلم عن اهدافه الشخصيه بشكل فيه شفافيه. ممكن يكون مثلا خجلان، مش عايز الناس تعرف مثلا اهدافه، او تحس ان هو عايز مثلا مصلحته او حاجه، قلقان، مش واثق الناس هتفهمه. فانت شجع الفريق انه يتكلم ويحكي معاك انت عن اهدافه الشخصيه، ويكلم الناس كلها عن اهدافه الشخصيه. مفيش اي مشكله، دي حاجه حلوه يعني. مفيش مانع. انا كان في سيلز قبل كده كان يقعد يقول انا نفسي اكسر الرقم اللي حققته الشهر اللي فات. حاجه جميله، عنده هدف شخصي انه يكسر الرقم اللي حققه الشهر اللي فات، عمال يدي لنفسه تشالنج. تمام، حاجه حلوه. واحد تاني نفسه يجرب حاجه جديده في التصميمات، حاجه حلوه. نفسي اغير طريقه الفيديوهات بتاعتنا، ماشي. فشوف، خلي الناس براحتها تتكلم عن اهدافها الشخصيه، وبرضه علمهم انه يتكلموا عن اهداف الفريق. وبعد ما تعمل السيستم دوت قيس وشوف نتيجته ايه وعدل عليه تاني، لانك مش من اول مره يطلع صح. اعرف ان هو مش هيطلع صح من اول مره. تمام؟ طيب حلو. يبقى احنا هنا اتكلمنا على موضوع ازمه الثقه وازمه الشخصيات المختلفه، وازمه ان الواحد يبقى عنده هدف شخصي عالي، صوته عالي شويه عن هدف الفريق. اخر نقطه بقى في الجزئيه ديت، ان جينا غيرنا حاجه مثلا، هتبص تلاقي التغيير يعمل ستريس. احنا متعودين على النظام ده وبقالنا سنين شغالين بالنظام ده، غيرتوا النظام ليه؟ تسمع بقى كلام من نوع ايه؟ لا جو الشغل بقى زي زمان، في حاجه غريبه. لا تمام. ولا في احساس غريب كده، احنا ما كناش كده، كناش بنعمل كده. تمام. كل تغيير هتعمله، رغم ان التغيير مطلوب جدا، ده انت اصلا لو ما بتغيرش انت في حاجه غلط. انت لازم تقعد تغير وتطور في النظام كل شويه. بس طبيعي تلاقي بعض الناس بيحصل لها ستريس لما التغيير يحصل، وبالتالي الاستريس دوت بيخليهم يقاوموا. هو مش عايز يعمل ستريس. اول حاجه تفكر فيها ايه؟ الناس دي وحشه يعني؟ الناس دي مثلا كسالى مثلا؟ لا، احنا معظمنا، لا هو كلنا، بس بتفرق رد فعلنا عن واحد عن التاني. كلنا مخنا بيقاوم شويه التغيير، كلنا مخنا بيقاوم شويه التغيير. في ناس بس عندها الموضوع ده اعلى من الناس، بس احنا مخنا ده عامل زي صاحبك اللي بيحبك بس مش عارف مصلحتك. ليه؟ مخنا بيقول لنا دايما، عنده حته انه ايه، يحافظ عليك، يحميك من التعب الزياده، يفكرك بالانبساط، يفكرك بالشوكولاته وطعمها الجميل والدوبامين اللي طلع لما كلنا شوكولاته، يفكرك ان الجيم متعب، مفيش داعي. مخك دوت صاحبك اللي مش عارف، يعني هو عايز مصلحتك بس مش عارف هي فين، نفسه يفيدك لكن مش عارف ازاي. طيب كويس. فايه اللي بيحصل؟ جينا غيرنا حاجه في السيستم، على طول حصل ستريس، والستريس دوت بيزيد عند بعض الناس.
يعني في بعض الناس التغيير بالنسبه لها مقلق جدا، متعب جدا، دي طبيعتهم، دي شخصيتهم. فمن فضلك لما ده يحصل ما تقعدش تحكم عليهم، افهم ان هم قلقانين من حاجه، وشطارتك تفهم هم قلقانين من ايه على حسب فهمك لشخصيه كل واحد. شطارتك تفهم هم قلقانين من ايه. انت دي مقاوم، ما تاخدهاش شخصي، ما تاخدش موضوع بيرسونال. مش يا جماعه احنا قررنا نعمل تغيير الموضوع الفلاني بالموضوع الفلاني، تبص تلاقي واحد يقول اعترض، فتقعد ايه ده؟ انت مش بتحترم قرارنا ولا ايه؟ تسمع الكلام، انت مش محترم المدير، انت مش فارق معاك الفريق، انت مش فارق معاك مصلحه الناس. ما تفكرش كده، ما تاخدش الموضوع ايه ده مش مقدرني، ما تاخدش كده الموضوع كده. وما تفكر ازاي؟ ليه؟ ايه اللي فارق معاك في الموضوع؟ ممكن جدا تلاقيه مندفع وداخل زي القطر معترض على الموضوع. هديه، افهم ما وراء الكلام، افهم هو قلقان من ايه. لما تقعد تعمل بريك داون كده وتفصص مخاوفه وتفصص الاسترس اللي عنده، هتكتشف اكتشاف ما يجيش على بالك ابدا، لازم اقول احكيهولك. هتكتشف انه كان قلقان من حاجه تانية خالص تحصل لما التغيير دوت يحصل. فتبدا تتناقش معاه في مخاوفه وفي الحاجات اللي قلقاه ديت، وتشوف ازاي ما تحصلش. هتبص تلاقي الدنيا اتغيرت خالص. لما يحصل والاسترس كده يزيد، وواحد اندفع واعترض، او واحد اندفع وقال انا ضد التغيير، اول حاجه تعملها شوف الاول انت حصل لك ستريس ولا لا. لان لو انت برضو منفعل او حصل لك ستريس مش هتعرف تحل حاجه، ومش هتعرف تفهم اللي قدامك اصلا، ولا هتعرف تسمعه. فلقيت حصل لك ستريس ما تعملش حاجه. ابدا شوف هتقلل الستريس بتاعك ازاي. اسكت، ابدا بقى شوف على حسب كميه الاستريس اللي جات لك بقى. هل هتحتاج مثلا تنزل تتمشى؟ هل هتحتاج تاكل كويس؟ هل تستنى كام يوم تنام فيهم كويس وتبقى مرتاح جسديا ونفسيا عشان خاطر تروح تتكلم تاني في الموضوع دوت مع الناس؟ على حسب الاستريس اللي حصل، على حسب ما تشوف ازاي تهدي نفسك من الاستريس ده، لانك مش هتعرف تعمل اي حاجه وانت مضغوط. وبرضه احنا قلنا لازم تبقى فاهم نفسك وفاهم الستايل بتاعك في مواجهه الاستريس. يعني كل واحد فينا عنده رد فعل مختلف، في اللي بينسحب وفي اللي بيتعصب وفي اللي وهكذا. فانا لو انا فاهم دماغي هتعامل مع دماغي. وبرضه افكركم بالتيست دوت MBTI رائع جدا. وممكن تسال حد، بقول لك يا فلان، وانا في الاجتماع لما فلان اعترض قوي على كلامي انا عملت ايه؟ وايه رايك في اللي انا عملته؟ حد بيعمل كده؟ انا بعمل كده في بعض الاوقات. ببدا اتكلم مع حد واثق فيه الفريق في الموضوع الفلاني لما حصل كذا كذا، انت شايفني ازاي؟ انت شايف الموقف بتاعي ازاي؟ ده بيساعدك جدا تفهم نفسك، بيساعدك جدا تفهم اللي انت فاكره راي وان انت عبرت عادي، ده كان بالنسبه لهم عصبيه، كان بالنسبه لهم تون اوف فويس هادي، ولا كان بالنسبه لهم تون اوف فويس اجريسيف. لما حد تاني يبقى مرايتك كده ويحكي لك تستفيد جدا جدا. خلص بقى كل الاستريس اللي عندك، بعد كده ابدا اتدخل. هتعمل هتقعد بقى تتكلم مع الشخص وتسمع اللي حواليك وانت قاصد تفهمه من غير ما ناخد اي حاجه بيرسونال او شخصيه. وافهم ان هم بيعملوا كده مش مخصوص علشانك، يعني هم بيعملوا كده عشان عندهم قلق معين ضد التغيير والمخ بيفكر كده. وابدا اللي انت بتسمعه ده اتفاعل معاه وتعاطف معاه. عندك حق، انا ممكن فعلا لو فكرت زيك كده، او لو انا فعلا عندي ظروفك كان ممكن افكر بنفس الطريقه. شايف الجمله دي تهدي اللي قدامك ازاي؟ انت عندك حق، ان لو كان عندي نفس ظروفك كان ممكن افكر بنفس الطريقه. مش الافكار دي جبتها منين؟ حد يفكر كده؟ ممكن تقول لواحد كده يتضايق، يعني خلاص عرف ان انت مش حاسس بيه اصلا. تمام؟ ولازم يبقى المشاعر والكلام اللي بتقوله ده حقيقي، ما يبقاش كلام نظري. تبدا تتكلم معاه تقول له انا فهمت لما انت اتكلمت، انا عرفت دلوقتي ايه اللي قلقك، انا عرفت دلوقتي ايه اللي مضايقك في القرار الجديد. اسمع عشان تفهم وتتعاطف مع الكلام، هتعرف تحل مشكله الاسترس اللي بيحصل من التغيير. هنتكلم دلوقتي على ستايلات كده او طرق ممكن تاخدها في المواقف اللي زي ديت. امتى تسمع، امتى ما تتدخلش، امتى تتنازل عن رايك اصلا. يعني النهارده لو الخلاف بين الليدر وبين حد من الفريق
في كذا ستايل، وكل ستايل ليه ميعاد، كل موقف ليه ستايل خاص. ده ممكن يفيد الموقف اللي انت بتتكلم عليه يا حسام. المفروض انا ابقى بشكل عام يعني ابقى حاسم وفي نفس الوقت متعاون ومتفهم. يعني ابقى راجل واخد موقفي قوي وحاسم وعارف، ومصلحة الشركة ومصلحة الفريق قوية معايا، وحاجة يعني مهمة بالنسبة لي مش هتنازل عنها. وفي نفس الوقت ابقى متفهم اللي قدامي ومتفهم رأيه، وعارف ان في اكتر من حل صح لنفس الموضوع وهكذا. الاتنين مع بعض دي مش حاجة سهلة قوي يعني، دي حاجة عايزين كلنا نتدرب عليها. هقول على كام نقطة كده عشان خاطر يبقى عندنا السكيل ديت، وبعد كده هقول على ستايلات امتى تاخد الموقف الفلاني في الموضوع الفلاني. اول حاجة، ما تشوفش الخلاف على اساس مين كلامه يمشي في الاخر. نكلم الناس كلها طبعا. الواحد فينا ما يشوفش موقف الخلاف، لو في خلاف بين الليدر وبين فرد، ما تقولش يا ترى مين اللي هيمشي كلامه في الاخر، فانا لو سمعت كلامه كده مش هيعملوا لي اعتبار بعد كده بقى. يعني انا المدير لو قلت حاضر بعد كده بقى مش هيحترموا ادارتي. في ناس ممكن تفكر كده، او من جوه حاسس ان مين اللي كلامه هيمشي يا ترى. ما تفكرش ان هي وين لوز، يعني واحد يكسب وواحد يخسر. فكر او وجه الحوار دايما ناحيه الهدف المشترك بتاع الفريق كله. وجه الهدف ناحيه الرساله، ناحيه احنا بنعمل ايه. فبالتالي كل الافكار بتاعتنا لازم نتاكد يا جماعه انها تحقق الميشن، انها تحقق الرساله بتاعتنا، انها تحقق الفيجن بتاعت الفريق. مش مهم مين كلامه يمشي، مش مهم مين رايه ايه. فانا هوجه دماغ الناس لكده، اوجه دماغي انا كمان لكده. اهتم فعلا انك تفهم اللي قدامك. مش مهم تبقى انت صح، مش مهم تبقى اذكى واحد، مش مهم تبقى اشطر واحد عشان انت المدير. لا، عادي جدا، ده شطارتك انك تعين ناس اشطر منك في حاجات اصلا يعني. تمام. ففكر انت كمان كده، اعرف ان في اكتر من حل صح لنفس الموقف. مفيش يعني حل واحد للموضوع الواحد، مفيش غيره. لا، في حلول كتير صح. لازم تتاكد انك فاهم نفسك ومتحكم في نفسك، لان في المناقشه لو انت تمسكت برايك بشكل عصبي او شكل مثلا عنيف، اللي قدامك برضه مش هيسمع لك. لازم متحكم في نفسك جدا 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 لأبعد الحدود. لازم انت لنفسك تبقى عارف هدف الفريق ايه، والميشن بتاعتك واضحه، والرساله والرؤيه واضحه، فتعرف تخلي الفريق بتاعك يتبنى الميشن معاك. طيب تعال نقول بقى امتى تعمل ايه. امتى تتجنب النزاع خالص، امتى تقول انا مش هتدخل ولا هتكلم اصلا. امتى تاخد الموقف دوت؟ لو انت منفعل جدا، او لو الجو العام منفعل جدا، او لو واحد في الطرف في الموضوع ده متعصب جدا، يبقى الاحسن ما تعملش اي رد فعل سريع، وسيب الامور تهدى خالص. بعد كده نبدا نتكلم. امتى تقول طب انا بص انا لازم احتوي الموضوع ده. امتى تقول انا داخل بهدف ان انا احتوي الموضوع. لما يكون عندك استعداد انك تتنازل عن رايك، ورايك ده مش هيأثر على الشغل. يعني في بعض المواقف انت نفسك تغير كذا، نفسك تعمل حاجه معينه او تقسم مشروع بالشكل الفلاني، وعارف ان في اراء تانية او في اتجاهات تانية، وعارف ان احنا لو ما نفذناش الراي ده الشغل مش هيبوظ يعني مثلا نفترض ان انت في الماركتنج مثلا، وعايز تقول احنا هنهتم يا جماعه النهارده بخدمه السوشيال ميديا ماركتنج، دي اكتر حاجه هنعمل عليها اعلانات. واحد تاني يا جماعه لا، انا شايف ان احنا دلوقتي الموسم بتاع التصوير، عايزين نعمل اعلاناتنا ونوجهه ناحيه التصوير، وناخد التصوير ده بعد كده نحطه بقى على السوشيال ميديا. فالنهارده لو انا عندي استعداد اتنازل عن الفكره ديت، ممكن جدا اخد ايه المبدا بتاع انا داخل الخلاف ده عشان احتوي اللي قدامي. مش هتفرق خلاص، يعني هنفذ كلامك ماشي، بس بعد مناقشه وبعد ما نتكلم. طب خلاص ماشي، نبدا ماشي بالتصوير، ما يجراش حاجه. ليه؟ الموضوع مش هيبوظ الدنيا يعني. الموضوع يعني ده زي ده، الاتنين حلين صح. فممكن هنا اخد موقف الاحتواء فقط، ان انا اكسب اللي قدامي واكسب ثقته، وده يبقى اغلى واهم من ان رايي يمشي. امتى تصر انك تشرح رايك، وامتى تقول انا شايف ان ده اصح حاجه في الموقف الحالي. لو رايك ليه علاقه بدورك وليه علاقه بخبرتك وشغلك، وعارف ان ده لو ما حصلش هيحصل ضرر كبير للفريق وللشركه، هنا انت هتاخد موقف تاني. يا جماعه انا لسه باكد ان ده اسلم حاجه
وانا شايف ان ليها اولويه انها تحصل، لان لو ما حصلتش الاضرار بتاعتها 1 و2 و3. فهنا انت هتاخد موقف انك تصر انك تشرح رايك، وتصر ان الناس تعرف الموضوع، وتبدا تحاول تقنعهم بيه، وتبدا تحاول لو ما اقتنعوش ممكن جدا تنفذه، لان هيحصل مصيبه لو ما تنفذش. فهنا لا، انا هنا لازم ابقى حاسم. كذا يعني كذا، هنزعل خلاص ازعل، انا شرحت لك، انا فهمتك، انا عملت رسالتي معاك، تمام. فهنا الموضوع لو ما حصلش هيحصل مشكله، الشغل هيتضر. لا، لازم ابقى حاسم. شطارتي طبعا ان ابقى حاسم وايه، واقنع كمان الشخص وافهمه، واخليه كمان يفهم انا ليه واخد القرار ده. طب امتى نشوف حل وسط؟ لو اللي انت بتقترحه، لو فكرتك انت ممكن تتنازل عن جزء منها في سبيل ان جزء تاني يحصل. يعني احنا مثلا يا جماعه هنعمل مشروع بالشكل الفلاني، وهناخد اتجاه كذا كذا، وهنقسمه بالشكل الفلاني، وفلان ده معترض على الفكره كلها، وانا اتكلمت معاه وفهمت دماغه وفهمت معترض على ايه، وفهمت اولوياته في طلبه. يعني هو اللي فارق معاه قوي ان الكوميشن بس هيتاثر، فعايز يوزع الموضوع على الناس بالشكل الفلاني، والشكل ده برضو عادل، تمام. فانا ما عنديش مانع اتنازل عن الحته دي لو دي هترضيه وترضي بقيه الفريق، في سبيل بس ان المشروع يمشي بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، لان دي اولوياتي انا. فساعات نوصل لحل وسط، انفذ انا اولوياتي وانت تنفذ اولوياتك في نفس المشروع. ده في حاله ان يبقى في جزء من رايك انت قادر تستغنى عنه او تتنازل عنه. احسن سيناريو ايه بقى يا جماعه؟ احسن سيناريو ان الفريق كله يتعاون في فهم الموقف وفي ايجاد حلول، وكله عمال يفكر في مصلحه الفريق، وبيفكر في مصلحه اللي قدامه قبل مصلحته، وكلهم عمالين يفكروا ازاي ينجحوا وازاي ينفذوا الميشن بتاعه الفريق. بس عشان توصل لفريق كله بيفكر بالشكل ده انت عايز وقت من الخلافات الصحيه اللي وصلت الناس للفريق ده، وعايز وقت من اكتساب الثقه اللي وصلت ان يبقى عندك فريق كله عمال مشغول باللي حواليه، وكله مشغول بمصلحه اللي حواليه اكتر من مصلحته. الحاجات اللي بتفرحني ساعات في الفريق بتاعنا ان واحد يقول لي فلان ده تعب اكتر مني في الديل دوت، انا بصراحه انا مش عايز اي حاجه من الديل ده. اقول له يا عم مالكش دعوه، انت ليه بتقول كده؟ يقول لي لا بصراحه فلان ده هو السبب، هو سر نجاح المشروع فلان، من فضلك اديله كل الفوائد. الحاجات تفرح جدا لما حد بيجي يحكي كده، قاعد بيفكر في اللي حواليه اكتر من نفسه. انت تعمل ايه بقى كقائد مع واحد زي ده؟ تكافئ فعلا الشخص التاني وتكافئه هو كمان، لانه يستاهل. بس دي حاجه عايزه وقت عشان تلاقي الناس ديت وتعلمهم وياخدوا ثقه في بعضيهم ويوصلوا للسيناريو الجميل ده. اداره الخلاف حاجه مفيده جدا عشان توصل لفريق بيثق في بعضه وياخدوا قرارات سوا تفيد الفرد وتفيد برضه الفريق في نفس الوقت. شكرا لكم يا جماعه، وجود لك مع كل فريق تمسكوه يعني.